أستاذ وديع، المفاوضات تطول وتطول. ما هي خيارات التحالف في حالة استمرار الخروقات والتحرك هنا وهناك من جانب المراوغة الحوثية؟ يعني خلال الأسبوع هذا شفنا إنجاز كبير للتحالف. حضرموت التي كانت تحت يد القاعدة لمدة عام كامل تحررت، الأمور طيبة الآن، هذا بحد ذاته يعتبر إنجاز كبير. في اليمن هناك كأس نصفه مليان ونصفه فارغ. النصف الممتلئ هو في الجنوب، في المحافظات الجنوبية. النصف الفارغ للأسف ما زال في الشمال. يعني حتى بعد اختيار علي محسن الأحمر ما الذي رأيناه؟ ما الذي تغير؟ يعني حتى لم يستطع أن يحمي لواء العمالقة. لكن هي كانت مباغتة. يعني يا أخي أنت اختاروك لمنصب وعلى اعتبار قالوا أنك الأمور حتتغير وأنك أنت أدرى خبير عسكري وعندك علاقات. أنت على الأقل احمي، لا تهاجم شيء، احمي المواقع على الأقل. أو أنك يعني فاجئ الانقلابيين بأنك قادر أنك تغير المعادلة، أو أنك قادر تقلب الطاولة على رؤوسهم. هذا الاسم الكبير اللي اختير للأسف. نتمنى أن يتم لاحقا، لكن حتى الآن مجرد أسماء كبيرة عمليا لا تعني شيئا حتى الآن على الأقل. في المحافظات الجنوبية ضرب القاعدة في الصميم، وعلى فكرة القاعدة يعني كانت تستغل أيضا من الحوثيين ومن الانقلابيين في محافظة حضرموت. لواء الحليلي اللي كان في حضرموت حتى يعني هناك إشارات، بعض الإشارات بأنه كان يغض الطرف عنهم. هناك قادة وكبار ضباط كانوا يتزعموا خلايا وينفذوا أعمال تحت اسم القاعدة. تم ضربها يعني من لحج وأبين وصولا لحضرموت، ويعني كل الشريط الجنوبي بدأ يحرك. هذا إنجاز كبير جدا لا يمكن التقليل منه، وهذه رسالة للعالم أيضا أنه لن يسمح التحالف والحكومة الشرعية بالإرهاب بأنه يصول وجول على الأقل في الجانب. يعني خيار الحزم دائما موجود، خيار الحسم العسكري موجود بالضبط. يعني والمكلا هي رسالة أيضا طبعا. المكلا واحدة من أكبر المحافظات الجنوبية ومن أهم المحافظات الجنوبية، ونسبة الثروة النفطية والغازية كبيرة فيها، وإحنا ضربناهم بالعظم القاعدة ومن يمول القاعدة ولا رجوع لهم. نعم. وتوا للتو الآن وصلنا خبر عن إعلان استسلام القاعدة في محافظة أبين. أيضا نزف لإخواننا اليمنيين هذا الخبر بالضبط. السعيد، استسلام القاعدة في محافظة أبين، وهذه أيضا تصديق. وهذا إنجاز. نعم، وهذا إنجاز كبير جدا. الآن يعني حتى مثلا طلب منهم من الحوثيين وهم في الكويت إصدار بيان تنديد بالقاعدة. يا جماعة، ما هو انتم كانوا دائما يقولوا انه دعوشت وتقاعدت الجنوب وان القاعدة ماسكين ما هو يلا عندكم مثل واضح، ما طلعوا ولا كلمة واحدة ولا شيء، وحتى ورفض. والعكس، هذا يعطيك انطباع انهم الجماعة متورطين وكانوا مستفيدين من هذا الشيء ويغذوهم. ليه؟ لانه هذه الورقة الوحيدة التي كانت في ايدهم في الجنوب، انه حنستغلها، هذه العناصر الإرهابية هي التي ستفشل هذه النجاحات في الجنوب التي قامت على أكتاف أبناء الجنوب. المقاومة الجنوبية لا يجب أن نستهين في المقاومة الجنوبية. المقاومة الجنوبية أثبتت للكل أنها بالفعل تحمي، وهي حاضنة طبيعية للشرعية ولدول التحالف. الجنوب حاضنة طبيعية، مهما حاول الطرف الآخر أنه يغير المعادلة ما حيقدر. بينما في الشمال وجدنا بأنه للأسف ما يؤخر من مهمة الحكومة الشرعية ومن دول التحالف أن هناك بؤر كثيرة تعد حاضنة للانقلابيين. هي لأنها أستاذ وديع، هي لأن موقع الحوثيين أكثر موجود، هو مركزهم في الشمال. في عندما نتكلم عن صعدة وعندما نتكلم مثلا يعني خلينا نكون واضحين انه في تعز قبل يومين مثلا تطلع مظاهرة، حتى لو كانوا 10 اشخاص تطلع مظاهرة مؤيدة للحوثيين، هل ستجد في الجنوب كامل شخصيا يتظاهروا تأييد للانقلابيين؟ لن تجد. إذا كانوا متعاطفين مع الانقلابيين فبيعملوا بالسر على اعتبار أنهم خلايا إرهابية. وهذه هي مشكلة، هذه المشكلة الكبيرة، أنه العالم اللي في الجزء الشمالي، الشعب المتضرر
الشباب لا يريد أن يتحرك بما فيه الكفاية. هل تعني حزب الإصلاح أستاذ؟ يعني الإصلاح حتى الآن لم يقدم فقط بيانات، ولم يقدم يعني نموذج واضح بأنه بالفعل يريد أن يعني يقف بالكامل تجاه الشرعية ودول التحالف. دعنا نتوجه إلى الأستاذ محمد في الكويت. أستاذ محمد، هل تعتقد أن هناك ترتيب من نوع ما بين الإصلاح مثلا والحوثيين في الشمال؟ لا أظن أن مثل هذا يشك به عاقل أو مراقب. الإصلاح كان سببا أساسيا في انتشار قوات ميليشيات الحوثي سواء في الشمال أو جنوبه، كان سبب البلوى، كان سبب هذه الأزمة السياسية أصلا، بعدما يعني استطاع هذه القوات الحوثية السيطرة على كامل أراضي ومؤسسات اليمن. لذلك لا أظن مراقبا يستطيع أن يبرئ حزب الإصلاح من أي يعني دعم سواء لقوات الحوثي أو قوات علي عبد الله صالح، بل ودعمهم نحو السيطرة على كامل الأراضي اليمنية والمؤسسات الحكومية. وكذلك يعني أشير إلى ما أشار إليه ساوديع كذلك، لماذا لم يكن لقوات القاعدة في الجنوب أو حتى بعض الجيوب التي يعني قد تنتسب إلى داعش قبل بداية أو قبل سيطرة الحوثي وجودا في الجنوب؟ يعني يعلم الجميع أن القاعدة كان مقرها في الشمال، ثم فجأة ظهرت مسيطرة على بعض المدن في الجنوب كالمكلا أو غيره. لم يكن هذا أبدا إلا بدعم واضح، أقصد بالدعم هذا الدعم الذي هو تحت الطاولة من قبل قوات الحوثي. يعني لا أظن أن مثل هذا يعني واضح. أنا كنت أقول دائما في مسألة داعش أو القاعدة مثلا، يعني الشيء بالشيء يذكر. داعش في سوريا والعراق أكثر من استفاد منهم الأنظمة سواء النظام السوري أو حتى إيران. القاعدة أكثر من استفاد منها في اليمن هي قوات علي عبد الله صالح والحوثي.